ده معظم خطبة الجمعة كانت في كل المساجد حوالين المسألة دي، وكان النهارده الشيخ واحنا بنصلي قال الآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكان الحقيقة النهارده في ناس، يعني أنا شفت ناس في المسجد بيبكوا، أحيانا بيبكوا على حالهم وكده، وكانوا بيبكوا على الذين بيفكروا في الانتحار. ننتقل بقى المسألة الثانية الحقيقة برضو محزنة شوية. النهارده مدينة المنصورة شيعت جنازة شاب محمد العوضي، محمد حسن 24 سنة. الشاب ده قتل خلال مشاجرة مع 2 من الأردن في منطقة الشمساني غرب عمان. قام على أثارها أحد الأردنيين بطعنه بسكين وأرضاه قتيلا في الحال. ومن المصادفات الغريبة إن النهارده كان بيناسب أو في نفس التوقيت عيد ميلاد الشاب القتيل. معانا على التليفون أستاذ أحمد عبد السلام خال الشاب القتيل. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام والباقي في حياتك فندم. البقاء لله يا أستاذ أحمد. الله يخليكم. يعني إيه ملابسات الموضوع؟ هل عند حضرتك معلومات؟ ايوه يا فندم، هو كان موجود، هو شاب حصل على دبلوم صنايع وكان طالع بره يكون نفسه. سافر بقاله دلوقتي 3 سنين وكان المفروض ان هو يرجع الشهر الجاي. اتلموا عليه شويه شباب اردنيين بعد نوبه العمل بتاعته، طبعا خارج يتمشى هو وواحد صاحبه. اتلموا عليه 6 شباب اردنيين. طبعا كلمه منهم يا مصري يا مش عارف ايه، يا مصري يا ايه. طبعا هو خدته النخوه، رد عليهم، ضربوه بطلق ناري في رجليه وانهالوا عليه بالسكاكين، طعنا بالسكاكين. خليك معايا من فضلك يا فندم، خليك معايا، لان في وجهة نظر تانية، بس عشان ما نقولش حاجة وبعدين الناس تصدق، فاحنا في وجهة نظر تانية برضو يا ريت نسمعها. معانا ست سفير محمد عبد الحكم مستشار وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير يا فندم. عند حضرتك ملابسات الموضوع يا سيادة السفير؟ يعني حضرتك اسمحي لي بداية ان انا اتقدم بخالص العزاء لأسرة المجني عليه. الحادث اللي شهدته العاصمة الأردنية في 19 يناير كان حادث نتيجة مشاجرة بين المواطن المصري محمد العوضي اللي توفى خلاله نتيجة طعنة بآلة حادة وليس نتيجة إطلاق الرصاص عليه، خلال المشاجرة اللي نشبت بينه وبين بعض المواطنين الأردنيين. السلطات الأردنية قامت بإلقاء القبض فورا على المواطنين الأردنيين أطراف المشاجرة، وبدأت النيابة الأردنية إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن. مفيش طلق ناري إطلاقا في هذا الحادث. السفارة المصرية في عمان بتتابع التحقيقات اللي بدأتها النيابة الأردنية، وهناك اتصالات مع الجانب الأردني من أجل توقيع أقصى العقوبة على الجناه اللي منصوص عليها في القوانين الأردنية. سيادة السفير معلش عفوا أنا بعتذر للمقاطعة، بس خال الشاب القتيل قال إن هم أهانوه، قالوا له أنت مصري، هل ده في الواقع؟ وطلق نار في رجليه وكده؟ إطلاقا، هذا الكلام بعيد عن الحقيقة تماما. طب حضرتك خليك معايا يا سيادة السفير من فضلك. أستاذ أحمد عبد السلام. ايوه بيه. حضرتك سامع سيادة السفير بيقول إن الكلام حاجة تانية خالص غير القصة اللي حضرتك بتقولها لنا يا فندم. انا سامع سياده السفير، بس هو انت معلوماتك منين يا استاذ احمد؟ هو حضرتك هو ده بالظبط اللي وصل لنا. من مين يا فندم؟ هو ده حضرتك بالظبط اللي وصل لنا من الاخ اللي كان ماشي معاه، من الاخ اللي كان ماشي معاه. هو ده الكلام اللي وصل لنا بالظبط واللي حصل. احنا السؤال بس لسياده السفير. ايوه اتفضل. سؤال لسياده السفير، احنا لغايه امتى يا جماعه احنا الشباب المصري يطلع علشان يشوف اكل عيشه ويتهان ويتهزأ في بلاد الناس؟ هو ده اللي احنا عايزين نفهمه. طبعا احنا مقدرين يا استاذ احمد يعني ان انت مكلوم وابن اخوك وشاب وقتل وفي عز الشباب، وطبعا احنا مقدرين ده تماما، لكن سيادة السفير يرد على سؤال حضرتك اذا كان ده حدث بالفعل او لا. اولا يعني انا في اطار الحفاظ على سير التحقيقات، يعني أنا مش هقول الملابسات الخاصة بهذا الحادث، لأن الملابسات الخاصة بهذا الحادث دي يعني في إطار وفي إيد النيابة الأردنية. لم يحدث إطلاقا تعدي بالألفاظ على المواطن المصري، ولكنها مشاجرة نشبت مع بعض المواطنين الأردنيين. وإحنا عارفين المشاجرات الشخصية اللي بتحدث بين
المواطنين يعني في الخارج. حضرتك حاطط الموضوع في إطار مشاجرة شخصية، وليس كما يتصور البعض أو ينظر البعض لأي حادث بيحدث لمصري في الخارج أنه إهانة للمصريين أو تحرش سياسي بالمصريين. أو تحرش بالمصريين. لا، احنا حضرتك وزارة الخارجية من خلال بعثتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج حريصة على رعاية أبناء مصر المقيمين والعاملين في الخارج، لكن لابد من أن نضع الحادث في إطاره الموضوعي الدقيق والسليم. إذا حضرتك بتقول يا سيادة السفير إن الرواية اللي بيقولها الأستاذ أحمد عبد السلام يعني احتمال رواية شوية جانبها الصواب، إنما القصة ليها بعيدة تماما عن الحقيقة ومخالفة للحقيقة. أشكرك سيادة السفير. بنشكر أتمنى إن يكون بنشكر الأستاذ أحمد عبد السلام كمان خال القتيل وبنعزيه. أستاذ أحمد عبد السلام معانا. شكرا جزيلا. بنعزيك بالبقاء لله. والحقيقه ليها وجهه نظر تانية، يعني ممكن بعد مرور الايام بعد شويه وقت هتعرفها حضرتك، لان السيد السفير ممكن يبقى عنده كلام شايف انه مش وقته ان هو يتقال دلوقتي.